بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كده بنقول مليون مبروك لنادي الهلال. أداء مشرف جدا وأداء ولا أروع. عمل ماتش كويس جدا جدا جدا، وكده كده أصلا مش بعيد على الهلال من دايما معودنا بأن هو بيدعم صفوفه بأكتر من محترف، بيدعم صفوفه بملايين الملايين بل مليارات المليارات. عندهم مدرب على اعلى مستوى، عندهم لعيبه على اعلى مستوى. ده بنشوفه، يعني بنشوفه دي يعتبر عاكس الصوره اللي الهلال داخل بيها في كاس العالم للانديه، محضر بشكل كويس ولعيبه عندها من الروح وعندها من الخبرات اللي هو يأهله لدور زي ده ويتخطى ماتش زي السيتي. بس اللي على غير العاده بقى اللي احنا بنشوفها ان في جمهور من جمهور الزمالك مش عارف ليه بقى، يعني مش فاهم ليه بجد والله بيتدخلوا في حوار زي كده. يعني ايه اصلا بيتكلموا وييجوا يقول لك اصل ده المفروض بيشرف العرب ومش عارف. انت مالك؟ لا سؤال بس والله، انت مالك؟ انت يخصك ايه؟ اصل ده اللي ما خرجش رابع وعامل زيطه وزنبليطه ومش عارف ايه. طب ما انت خسرت من الهلال وفي بطوله كاس لوسيل وقلت خساره مشرفه. انا عمري ما شفتها في الدنيا دي، ما صدفتنيش خالص ان في حد بيخسر ويقول خساره مشرفه. انا حصلت مني يوم ماتش بايرن تقريبا، او يوم ماتش ريال مدريد. بس انا ساعتها انا عن نفسي ما كنتش حابب ان انا اخسر، لان الاهلي كده كده مش معودنا على الخساره. ففكره ان انت تقول لي اصل خساره مشرفه ومكسب مليون دولار من بطوله ومش من بطوله. انا خارج من بطوله يعتبر عملت مستوى عالي، وفي نفس الوقت انا مش هفضل اقول لك لو جيت ومش عارف ايه. انا فرصي يعني فرصي بتتكلم عني في مشاركات كاس العالم للانديه. ماتش زي ماتش انتر ميامي انا مضيع اكتر من فرصه. ماتش زي ماتش بورتو انا مضيع اكتر من فرصه. فانا مش بالميراس ده حاجه تانية، يعني دي تفاهات انا مش هتكلم فيها. غير الفكره ان مثلا ان حد يجي يقارن معايا، او مثلا حد يجي يلقح عليا بالكلام. يا صاحبي يعني لو بتفهم، لو عندك ذره فهم، كنت هتتكسف ان انت تتكلم عن الاهلي. يا عم انا وحش، انت فين؟ تاني هقولها تاني، انا وحش، انت فين؟ انت مش موجود ليه؟ بتتحارب، بتتجامل، بتتهبل، بتتنيل، بترقد على بطنك. انت ما تحطش نفسك في جمله مفيده مع الاهلي طالما مش موجود. فاهم؟ فما تجيبش سيره الاهلي، ما تقارنش اي حاجه تاني بالاهلي. الاهلي حاجه والفرق التانيه كلها حاجه تانيه، مع احترامي للجميع. الاهلي قيمته التسويقيه دلوقتي بتعدي افريقيا وبتعدي مش عارف ايه. بس لما تيجي تنقل لليفل معين، الاهلي لسه موجود. يعني انت في البطوله، انت ما بين القيمه التسويقيه بتاعتك والقيمه التسويقيه بتاعت بورتو حوالي 250 مليون يورو، حاجه زي كده. فاهمني؟ بس الفكره كلها ان انت عملت ماتش كويس، ظهرت بماتش كويس. انا بقول ان انا مش هينفع ان انا اخد بطوله او اروح اتقدم في مراكز يعني متقدمه. بس انا بقول ان انا ابدا موسم كويس، احضر لحاجه كويسه. اي نعم. النظريه بتاعت ان احنا قافلين على نفسنا، اللاعب مش عارف اخري هجيب بمليون مش عارف ايه كده لاعب مهاجم، لا دي اتفتحت شويه لما جبنا بن شرقي، لما جبنا تريزيجيه. اي نعم الصفقات دي ناس كبيره، بس انا عايز صفقات السوبر لسه، خصوصا في الدفاع والباك اليمين استاذ محمد هاني، والباك الشمال انا والمفروض ان احنا ندي فرصه لمصطفى شوبير. هنفضل ننادي لحد ما يلعب. ففكره ان انت تتكلم عن العظمه اللي حققها فريق سعودي بحجم الهلال السعودي، دي حقيقه، ده من حقك. بس مش من حقك ان انت تقول اصل ده اللي بيشرفنا غيره خرج من رابع في مجموعته وعمال يتنط. لا، هي مش كده. الفكره كلها مكاسب. انا كسبت من البطوله دي 12.5 مليون دولار، اللي هو ممكن انا اعمل بيهم حاجه. انت لما تيجي تتكلم عن وجودك اصلا مع الكوار،
انت بيراميدز خد مكانك، ما بقتش موجود غصب عنك في افريقيا، ما بقتش موجود غصب عنك في ان انت بتنافس على الدوري، ما بقتش موجود خلاص. انت خلاص هتروح تلاعب البط الكيني والوز العراقي وحاجات كده غريبه. فما تحطش نفسك، انت بتحط نفسك يعني غريبه دي من البجاحه ان انت تحط نفسك مع الاهلي او ان انت تجيب سيره الاهلي دي. ده في قمه الفجر. انت كمشجع وضيع لنادي وضيع ما ينفعش ان انت تتكلم عن الاهلي. ماشي، نرجع لنقطه عفيفي دلوقتي لما طلع قال لك انت بتصريح كده على منصه اكس او تويتر حاجه زي كده، طلع قال لك انت الحاجه الوحيده اللي ممكن يعني تتخطاها ان الهلال يكسب مانشستر سيتي ان انت تنام وتعمل نفسك مش واخد بالك وتصحى الصبح على النتيجه. طبعا جمهور السعوديه انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا طعميه؟ انت بتيجي تاكل من عندنا طعميه فانت عبيط ولا ايه؟ ده انت تترحل في شنطه زباله وترجع. ففي حاجات كده بتحصل لو احنا كنا بنعملها انتوا كنتوا بتزعلوا. بس دلوقتي انا شايف ان في بعض من الناس متعاطفه مع عفيفي، مع احترامي للناس كلها. الراجل دوت شكك في زمن من الاهلي، والراجل ده هاجم الاهلي، وتقريبا سيد عبد الحفيظ عمل له تربانه في دماغه. فالراجل دوت طلع قال لك ان احنا مختلسين، وان الجمهور الاهلي شايف حاجه زي كده وساكت، وان الاداره بتختلس فلوس، ووكاله الاهرام ومش عارف الناس اللي بتدعمنا من الدوله، ولازم الاهلي يكسب عشان الدوله تفرح والكلام دوت. فانا لو شايف ان الاداره، برغم ان انا يعني بدافع عنها اهو، بس لو شايف ان الاداره عندها ذره من التعامل مع الاشكال اللي زي عفيفي وامثاله دي، وتاخد حقها القانوني، ما كانش ولا عفيفي ولا غير عفيفي ولا اسلام صادق ولا رضا معزه ولا اي حد من الناس دي كانوا هيقدروا يجيبوا سيره الاهلي بطريقه ما تليقش بالاهلي. بس الفكره كلها ان الاداره بتاعتنا اداره ضعيفه. ارجع اقول لك ان جمهور الزمالك لما كان بيتكلم عن كاس لوسيل اللي هم خسروه تعادل 1-1 وبلنتات والهلال كسب وكده، والزمالك خسر البطوله، خسر خساره مشرفه بمليون و200 مش عارف الف دولار حاجه زي كده. هو اي نعم سدد بيهم حاجه تانية قيد وايقاف قيد والكلام ده، بس يا صاحبي انت عندك بلاوي جايه. انت ميشلان بتاع الكاوتش هيرفع عليك قضيه عشان ياخد فلوسه، والمدرب اللي هربان برضه ليه فلوس، ده غير ايمن الكحلي او ايمن اسف الرمادي برضه هيرفع عليك قضيه ان هو ياخد مستحقاته. فانت كده كده اصلا زملكاوي وضيع، خليك في الدايره زي ما قلت لك كده. هتطلع من الدايره هتاخد واحده على دماغك وتنزل. سلام.